اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض كاندي الفراوله بمكونات بسيطه جدا وسهله قوي، مش هياخد معاكي كله على بعضه كده يا جماعه، بالظبط 10 دقايق هتخلصيه وهتاكليه كمان. كاندي الفراوله اللي دايما بنشتريه من بره غالي، انا بقى جبتلك النهارده الوصفه سهله وسريعه وبسيطه ومكوناتها سهله جدا جدا، تقدري تجيبيها في اي وقت وتعمليه احسن كمان من الجاهز. متماسك جدا وبيمط معاكي وبجد في منتهى الجمال. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ هقولك ازاي يطلع معاكي لونه احمر كده وزاهي، وكمان بدون اي شوائب. هنشوفه مع بعض كمان لما نقطعه، بجد في منتهى الجمال. بصي ماسك نفسه ازاي وتمسكيه بيمط معاكي زي الجيلي كولا بالظبط. بس النهارده احنا بنعمله بطعم الفراوله، تقدري تعملي باي طعم انت بتفضليه. لو سبتيه بره التلاجة ما بيحصلهوش اي حاجه ولا بيسيح نهائي. يلا بينا. هنبدأ على طول بالمقادير. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا نسخ الرابط وتتابعوني عشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة هبدأ بيها، معايا 2 كيس من الجيلي بطعم الفراولة، ومعايا معلقتين من الجيلاتين الحلال، ومعايا نص كوباية من المية المغلية. هبدأ اول حاجة هحط الجيلي اللي بطعم الفراولة، وهحط عليهم 3 معالق من السكر او معلقتين من السكر، وهضيف عليهم معلقتين من الجيلاتين او معلقتين ونص. تمام. بعد كده هبتدي ان انا احط عليهم الميه السخنه. الميه تكون سخنه جدا جدا وما تزوديش الميه، لان انت لو زودتي الميه هيطلع معاكي سايل شويه وممكن ما يكونش متماسك وتلاقي الوصفه باظت منك. فاتمنى ان انت تمشي على الخطوات زي ما انا ما عملت بالظبط. هتحطي الميه حبه حبه وهتبتدي ان انت تقلبي كويس جدا. طبعا انا لقيته ما دابش معايا كويس، تقدري ان انت تحطيه على النار لحد ما يدوب معاكي تماما، او تدخليه الميكروويف دقيقه لحد ما كريستالات الجيلي والجيلاتين تدوب معاكي والسكر ويطلع معاكي كله سايل بالشكل ده. طبعا معانا الاشكال السيليكون اللي انا وريتها لكم ديت، تقدري تجيبيها من اي محل بتاع مستلزمات حلويات او مستلزمات المطبخ، هتلاقيها بكل سهوله، وجيبي الاشكال اللي انت عايزاها. طيب عشان اخلي الجيلي الكولا اللي احنا هنعمله او الكنزي الفراولة اللي احنا هنعمله يبقى لونه صافي وبدون شوائف، لازم يا جماعة تعديه من على مصفى. تمام، لازم نعديه من على مصفى، لان ممكن ساعات الجيلي ما يكونش داب كويس او حاجة، فده هيخلي الشكل بتاعه باهت. فاحنا لازم نصفيه كويس جدا جدا. هنجيب بقى اهم حاجة كمان تعمليها لما تيجي تحطي في القوالب، تحطي القالب بتاعك على طبق. ليه بقى؟ لان انت لو حطيتيه على رخامة وجيتي ترفعي بعد كده القالب، هتلاقي كله دخل في بعض والدنيا اتبهدلت معاكي وما بقتش احسن حاجه. فلازم تحطيها على طبق زي ما انا محطاه كده اهوت. واحنا دلوقتي الجو ساقع، فلو سبتيه حتى بره التلاجة هتلاقيه تماسك معاكي في خلال نص ساعه او ساعه، ولكن لو دخلتي التلاجة مش هيكمل معاكي 5 دقايق وهتطلعيه وهيبقى خطير جدا جدا جدا. من احلى الحاجات اللي انت تقدري تعمليها في البيت وتبقي واثقه 100% ان هي هتطلع معاكي مظبوطه من اول مره. تقدري برضو لو ما عندكيش اي اشكال سيليكون من اللي انا استخدمتها ديت، هاتي اي صينيه بايركس عندك واديها دهنه بسيطه خالص من الزيت وامسحي بمنديل، وبعد كده حطي فيها الجيلي ده وسيبيها لحد ما تبرد خالص. بعدين قطعي بالسكينه زي ما انت عايزه وهتتقطع معاكي وهيبقى طعمه برده تحفه. هنا بقى هنبتدي ان احنا نطلعها من القوالب بالشكل ده، وهتحطيها بقى في طبق. عايزه تحطيها في بطرمان وتقفليه. عايزه اقولك ان هو حلو جدا 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 يا جماعه، بتمنى ان انتوا تجربوه. الاطفال بتحبه جدا جدا، واحنا كمان الناس الكبيره برضو مش لازم الحاجات دي تبقى للاطفال بس، احنا برضو لسه صغيرين يا جماعه بنحب الحاجات دي قوي. وخاصه الجيلي كولا والكنزي من الحاجات الممتعه قوي اللي احنا على طول بنحب ان احنا نجيبها وناكلها، والاطفال بتفرح بيها جدا جدا. ممكن كمان لو عندك عيد ميلاد تقدري ان انت تعمليها. لو رايحه عند حد عنده اطفال تقدري تعملي بقى تشكيله كده ملونه من اللي هو الكنزي اللي بالفراوله. عايزه تعملي بالمانجا، عايزه تعملي بالبرتقال، عايزه تعملي بالليمون، عايزه تعملي بالاناناس. تشكلي كده الالوان بتاعتك وتحطي في علبه وتروحي بيها، الاطفال هينبسطوا بيها جدا جدا جدا. بصراحه خطيره يا جماعه، بتمنى ان انتوا تجربوها. وبتطلع بكل سهوله من القوالب السيليكون، بتطلع بكل سهوله، مش هتاخد معاكي اي مجهود خالص. بصوا بقى الشكل بتاعها عامل ازاي، بصوا بجد خطيرة. بتمنى ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا ان انتوا تشجعوني باللايك بتاعكم،
ولو انتم مش مشتركين في القناة عندي تشتركوا، ولو مش متابعيني تتابعوني، وما تنسوش تعملوا لي لايك ودعوة حلوة من قلبكم ليا. هنا كمان الشكل الوردة كان رهيب 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 يا جماعة، كان شكله تحفة تحفة تحفة، كان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك خطير. بصوا الشكل عامل ازاي، متماسكة، ولو سبتيها بره التلاجة مش هيحصل لها اي حاجة خالص، وهتمسكيها تلاقيها بتمط معاكي بكل سهولة. بصوا طرية وماسكة نفسها ازاي، عمرها ما هتسيح منك طول ما انتي مشيتي على الخطوات مظبوط. بصوا يعني نمسكها بقى كده ونبتدي ان احنا نحطها في طبق علشان ناكلها يا جماعة. احنا خلاص اكلناها، بس بتمنى ان انتوا تجربوها بجد. اللي عجبني بقى في القوالب السيليكون ان هي بتطلع لك الشكل مظبوط 100%، وكمان مش بتلزق خالص، ولا بتلاقي معاكي القالب السيليكون اتبهدل ولا الكلام ده كله. بصي، واحلى كاندي فراولة ده ولا ايه؟ هنشوفه بقى واحنا بنقطعه، بجد متماسك جدا جدا جدا، ما يفرقش اي حاجة عن الجاهز اللي احنا بنجيبه من بره. شايفة الجمال والحلاوة والطعامة؟ وبكده نكون خلاص خلصنا الوصفة بتاعت النهاردة، وبتمنى ان انتوا تعملوا شير ونسخ الرابط، واشوفكم بوصفة جديدة، وباي باي.